البوريك التركي بالجبنة والأعشاب بأسهل طريقة هنعمله بالجلاش. هيطلع فلافي ومفرغ كده زي ما انتم شايفين من غير تعجين خالص. كل اللي هنحتاجه هي الجبنة الموجودة عندك في التلاجة، بس الأساسي فيها الفتة. أنا هستخدم جبنة موتزاريلا وحطيت كمان عليهم جبنة مبشورة أي نوع، سواء برمجانو أو رومي، يعني زي ما قلت لكم المتوفر عندكم حطوه. وبعد كده هضيف عندي يعني تجميعة كده من البقدونس والنعناع الفريش، مش نعناع ناشف. الاتنين دول بيدوا طعم حلو جدا. عندي جبنة فتة وهي دي الأساسي في الوصفة، تقدروا تحطوها وتضيفوا جنبها أي جبنة تانية وما تستخدموش موتزاريلا أو مبشور. بعد كده هضيف معلقة واحدة بس من الجبنة الكريمي. والإضافة اللي أنا دايما بحب أحطها هي معلقة كبيرة كده من الزبدة، بيخلي الخلطة دي طعمها حلو جدا. لو انت مش حاطة جبن كتير بيبقى طعمها حلو قوي. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض ونعمل خليط التشريبة. بيضتين